حقيقة أعزائي، أنا في قمة السعادة أن أتواجد اليوم في أتيليه القاهرة، هذا الصرح الثقافي الكبير. معي من خلال هذا اللقاء أحد الفنانين التشكيليين المبدعين الحقيقيين اللي بينحت في منطقة شديدة الخصوصية خاصة بي، دكتور محمد أنور عبد الحميد. دكتور محمد، أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اتشرفت بيك النهارده. لينا الشرف ان الاستاذ حسين الناظر يكون منورنا هنا في اتيليه القاهره. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور محمد، عايزك تديني فكره عن المعرض واهم اللوحات اللي بتعرضها ايه؟ النهارده في اتيليه القاهره، في مكان من اعرق اماكن الفن التشكيلي في مصر، وفي معرض فنانين الكايرو فنانين القاهره. والنهارده انا شرفت ان انا بعرض بعض الاعمال من اعمالي المصممه بعيدان القمح، وطبعا داخل فيها شغل الهاند ميد لحاجه زي كده. الصوره دي لا اله الا الله محمد رسول الله، ومترصعه بالخرز وبتدي الخياطه يدويه. كذلك بقيه اللوحات معموله من عيدان القمح، وعيدان القمح خامه طبيعيه 100% صديقه للبيئه، مستخدمه منذ العصر الفرعوني وعلى مر التاريخ في مصر. وبتمنى ان احنا نوصل بالفن ده، او فن عيدان القمح، او الحروف اللي احنا بنشوفها زي الذهب دي اللي احنا بنطوعها للفن التشكيلي، وبتخدم كمان الخط العربي والرسومات، ان احنا نقدر نوصل بيها، ان احنا نعلن بيها ونجاهر بيها باسم مصر وباسم الفنانين المصريين، عشان نوصل للعالمية معانا ومدعمين باللغة العربية والفن الإسلامي والفن الفرعوني، وإن يكون ده إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. دكتور محمد، مبدعين الفن ده قليلين الحقيقة، قليلين لأن ما بقاش حد كتير يعمل الشغل ده، والفنانين اللي موجودين على الساحة عدد قليل يعني. فأنا والجيل اللي طالع معلوماته عن الفن ده قليلة جدا، فاحنا بنتمنى إن احنا نبتدي نلفت انتباه بعض الشباب ونرعاهم عشان نطلع جيل جديد يعمل بهذا المجال من مجالات الفن التشكيلي.